بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ورمضان كريم عليكم يا رب، وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى فيديو جديد، قلت بقى اتشجع كده وانزل لكم فيديو واوريكم بقى ايه ان ام يوسف بدأت ان هي تتشجع كده وبدأت ان هي ايه تحاول تروق الشقة كده شوية. هنا أول حاجة كان عندي طبعا غسيل، حطيته يتغسل. وبطلع الغسيل كده من الغسالة، هو غسيل غامق يعني، كنت غسلها على مية باردة. فاللي هو بتاع الخروج كده، فالواحد ايه بتاع الخروج يعني ما بيبقاش متوسخ اوي، هو بس بتغسله عشان ريحة العرق وكده، لأن الواحد بيخرج بيه خروجه اللي بيروح يصلي كده اهوت، ونبتدي ان هو ايه تغسل غسلة كده سريعة. وبعد كده هو بقى ايه لقيته يعني كله مية، فقلت مش هينفع انشره على المنشر جوه في الشقة، فلازم انشره فين؟ في البلكونة. بس بصوا بقى حال البلكونة عامل ازاي، كلها تراب طبعا زي ما وريتها لكم قبل كده في الفيديو اللي فات، لكن للأسف كنت مضطرة انشر فيها لأن الغسيل لازم يتنشر بره، لأنه لو اتنشر جوه مش هيعرف ايه ينشف. طبعا الإحبال كان بقالي كتير ما نشرتش عليها، فجبت حتة قماشة كده قديمة وبليتها مية، وابتديت ان انا امسح الحبال واحدة واحدة كده علشان التراب اللي عليه، لان لازم قبل ما تنشري لازم تكوني ماسحة الحبال، علشان خصوصا لو بقالك فترة طويلة مش بتنشري التراب بيجي على الحبال، ولما تنشري الغسيل الايه الغسيل بيتملي تراب. فما فيش كده على حبل الحبل اللي انا ماسكاه ده رفيع، ده حبل غسيل، بيبقى عبارة عن سلك ومتغطي ببلاستيك، بس بيجي عليه فترة برضه ايه بيشيط من الشمس وبيبوظ وكده، والسلك اللي جواه بيطلع وينتش في الغسيل برضه. فبصراحة أنا كنت عاملة الإحبال كلها منه، فبعدين الجيران قطعوهولي فما كانش عندي حبال تاني، فعملت ايه بقى، جبت السلك بتاع الاريال بتاع التلفزيون، كان عندي يعني حتة كده طويلة منه اللي هو السلك الأبيض ده، ورحت عملته حبال بقى. أنا زهقت بس والله طلع كويس جدا واستحمل وما بيعلمش في الغسيل، والله أحسن من الحبال بتاعة الغسيل ذات نفسها. فالسلك الأبيض ده كان أحسن بالنسبة لي بصراحة، وكان اختيار موفق ليا إن أنا أعمله حبال. بس يعني مع ان ايه قلت بقى ايه الناس هتتريق وكده ويقولوا ايه السلك اللي هي عاملاه حبال ده، بس والله يا جماعة كل واحد يعمل اللي هو عايزه، ملوش دعوة بالناس، الناس ملهاش غير الكلام. وبعدين ايه الجيش قالك اتصرف، واحنا هنتصرف بالحاجة اللي موجودة ما عندنا، بدل ما نكلف نفسنا ونجيب تاني اهو دينا بنتصرف يعني. معلش سوري. فاتصرفت وركبت الحبال واديني بنشر الغسيل. طبعا الغسيل في الشتا بياخد وقت علشان ينشف، فلازم تنشفيه في البلكونة أحسن من المنشر اللي جوه. وبعدين الغسيل كان تقيل وكله جواكت وبنطلونات وكده، فهياخد وقت عقبال ما ينشف. أنا هنا كده نشرت الغسيل أهو، وهسيبه بقى تاني يوم ينشف براحته وياخد وقته. وهنا كده بوريكم الشارع والزينة اهو، وهنا كان فيه شوية شرابات حطيتها على المشنة كده علشان ايه تنشف، بدل ما اقعد انشر ايه الحاجات الصغيرة دي بتضايق جدا وانا بنشرها، فردة شراب توك مش عارف ايه، فبتضايق جدا. وهنا كده ده كان المشابك بتاعتي، انا حطاها في جردل كده، الجردل ده كان الجردل بتاع ابويا، فانا لبسته كيس كده وعملته ايه جردل للمشابك يعني، اتصرفت. والمشنة دي برضو عملتها طبق للغسيل يعني. وهنا كده كنت جايبة النعناع ده، أنا كنت بقطفه معاكم وأنا في البث، وقطفته وغسلته ونضفته ونقعته وصفيته، وفاضل بقى ان هو ايه يتنشف. انا بحب يا جماعة انشف النعناع واجففه في البيت. النعناع اللي بنشتريه من العطار ده بصراحة بيبقى ملهوش طعم،
لكن ده كده بيبقى أول ما تحطيه في الشاي بيرجع أخضر وبيرجع جميل أوي. إزاي بقى؟ لو أنتِ عايزاه يرجع أخضر تاني كده زي ما يعني أول ما تحطيه في الشاي، ما تحطيهوش في الشمس، حطيه في الهوا بس في الضل مش في الشمس. يعني حطيه جوه عندِك كده في الشقة قدام شباك والّا حاجة، بس ما تخلّيش الشمس تيجي عليه. الشمس لمّا بتيجي عليه بتنشّفه وكل حاجة، بس ما بترجّعهوش أخضر كده زي ما كان، بتسوّده أوي. ده اللي أنا اكتشفته يعني وعرفته. فأنا كده فضّيته في صينية وشوية في صينية تانية، هو هيكِش أصلًا كلّه مع بعضه هاحُطّه كلّهم في صينية واحدة يعني، يعني كل دول كده هيكِشّوا. أنا كنت شارية 8 حِزَم، واحدة كده برضه لقيتها وأنا ماشية قاعدة والله ما كنتش هاشتري، بس هي بقى ندهِت عليَّ قالت لي: "إيه تشتري؟" قُلت لها: "طيب عندِك نعناع بلدي من الطويل ده الحلو ده؟" قالت لي: "آه عندي." ماشي. قُلت لها: "بكام؟" قالت لي: "ال3 ب10." بس أنا قُلت لها: "لأ، أنا اللي أعرفه ال4 ب10." قالت لي: "والله اللي أنتِ عايزاه خديه." راح إيه، خدت منها ال4 ب10 وبعدين إيه، زعلت بقى اللي أنا أخدت منها 4 ب10 فقالت لي: "طب تاخدي 8 ب20." قُلت لها: "ماشي هاتي يا ستي 8 ب20" عشان أفرّحها يعني كده، لإنها كانت قاعدة يعني مش بتبيع يعني، ففرّحتها وخدت 8 بإيه، ب20 وقُلت إيه، والله يكتّر خيرها يعني، ربنا يصلح لها حالها ويرزقها. وأنا طبعًا كنت باعمله على البوتاجاز، ليه بقى؟ لإن الرخامة زي ما أنتم شايفين كده عليها بواقي أكل، ده كان باقي كشري أصفر أنا عاملاه، ودي كزرونة كنت غاسلاها عشان كنت سالقة فيها بيض، كانت عايزة تدعك وباشيلها، وده بطاطس في الأرض كنت جايباه، أنا دايمًا باحب البطاطس عندي، فقُلت بقى إيه أروّق كده شوية وأشيل كل حاجة مكانها. ده كده البطاطس بافضّيه، لازم يتفضّى كده في حاجة فيها هوا أو ثبت فيه هوا وكده علشان يبقى دايمًا متعرّض للهوا فما يبوظش. بس كده يا جماعة، ده كان يومي النهارده، قُلت أوريه لكم علشان إيه، تشوفوا إن أنا يعني إن شاء الله ربنا يكرمني وأبدأ كده حاجة، حاجة كل يوم أبدأ أروّق فيها، ودعواتكم كده معايا إن شاء الله. وده اللبن برضه اللي أنا كنت عاملة فيديو باوريكم الحاجات دي يا جماعة لو تفتكروا اللي هو فيديو المشتريات اللي كان قبل ده. فسِبت الحاجة بقى بعد ما وريتكم الفيديو سِبت الحاجة لإني كنت تعبت وكنت لسه جاية من برّه، فقُلت إيه أسيبه. على العموم بقى ادعوا لي كده، واللي أول مرّة يشوف القناة يشترك معايا في القناة، والناس حبايبي المتابعين ما تنسوش تكتبوا لي لايك تكتبوا لي كومنت وتعملوا لي لايك وتعملوا لي اشتراك في القناة وشيّروا الفيديوهات يا جماعة واتفرجوا عليها للآخر، وأشوفكم على خير ودايمًا كده جيش أم يوسف ورايا، سلام عليكم.